عندما بدأت ركضة أهالي طويريج سنة 1873 للميلاد. قصة هذا العزاء أن السيد صالح كان في تلك السنة يقرأ مقتل الإمام الحسين في صباح 10 من المحرم، وعندما وصل إلى ذكر وحدة الحسين واستغاثته هاجت مشاعر الجميع، وشعر النازلون الجدد بجوار مدينة كربلاء أن عليهم الإسراع لنصرة الغريب. فقام السيد صالح يركض والناس من خلفه حتى وصلوا ما يعرف اليوم بقنطرة السلام، فصلى بالناس الظهرين وانطلقوا بعدها إلى المرقد الحسيني. وأصبحت هذه الحركة العاطفية العفوية التزاما سنويا يعبر عن ارتباط طائفة كاملة بقضيتها، وصار عزاء جميع المحافظات والمناطق العراقية محتفظا باسمه الأول.